أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء إعلامي جمعه بالصحافة الوطنية أن الجزائر قد قامت رسميا بشراء أسهم في بنك البريكس العالمي، مؤكدا المشاركة في رأس ماله حتى في حالة عدم الانضمام لمجموعة بريكس. وكشف الرئيس تبون بأن الجزائر تشارك اليوم في رأس مال بنك البريكس بقيمة مالية تبلغ $1.5 مليار، مع إمكانية الانسحاب في أي وقت. احنا بنك البريكس شيء ومنظمة البريكس شيء آخر. بنك البريكس اليوم إمكانيات المالية اللي موجودة فيه أكثر من إمكانيات تاع البنك العالمي. وحنا رانا شرينا أسهم ننضم ولا ما ننضمش. بنك البريكس راني مشارك في رأس المال تاعو $1.5 مليار. ماهيش ما عطيناش حنا البريكس، مشاركين وقادرين نسحب في أي وقت. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نفى أن يكون انضمام الجزائر لبنك البريكس معاكسا لمبادئ الجزائر في عدم الانحياز، مؤكدا أن بريكس هو القلب النابض لعدم الانحياز، وأن الجزائر لن تنحاز لأي طرف كان، وهذا هو مبدأها. بالعكس بريكس هذا هو القلب النابض نتاع عدم الانحياز. عدم الانحياز الجزائر ماهيش منحازة، الجزائر ما عندها قواعد أجنبية، ما هي داخلة في لوطون، ما هي داخلة في حلف عسكري آخر. الجزائر عدم الانحياز هو مبدأ سي لا كولون فيرتيبرال دو لا بوليتيك الجيريان. واش معناه بلي ما تكونش عندي صداقة مع الولايات المتحدة ولا صداقة مع روسيا ولا صداقة مع الصين ولا ديك حاجة أخرى. أما باش ننضم للتيار تاعهم في سياستهم الخارجية ما ننضمش. رئيس الجمهورية كشف أن الجزائر يمكن أن تكون عضوا ملاحظا في منظمة بريكس كمرحلة أولى، وهذا لا يمانع أن كلا من روسيا والصين وجنوب إفريقيا وحتى البرازيل قد أبدوا موافقتهم لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية. ما اتفقوش لحد الآن على المقاييس نتاع القبول ولا رفض أي دولة من الدول، ولكن احنا الشيء اللي مشجعنا أن الفاعلين فيها الصين، روسيا، جنوب إفريقيا، حتى البرازيل ديال ما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس. أعتقد أن متفقين على أساس ممكن يعني تكون مرحلة أولى تاع أوبسرفاتور ملاحظ، ممكن ما فيه.